منتخب سوريا وحظوظه في هذه المجموعة. يعني حظوظه يمكن طبعا قدم مفاجآت كثيرة على فكرة في المشاركات الآسيوية للمنتخب السوري برغم الأحداث في سوريا المؤسفة، لكن ظل المنتخب السوري يمكن كان على بعد خطوتين من التأهل لنهائيات كأس العالم إذا نتذكر البطولة السابقة، وبالتالي أتوقع أن أيضا منتخب سوريا يقدم في هذه المجموعة يعني أداء جيد، مع أن المنتخب الأوزبكي حتى في التصنيف وحتى في نوعية اللاعبين الأفضل وحتى بالقدرة الدفاعية اللي يمتلكها المنتخب الأوزبكي أفضل، لو استثنينا طبعا استراليا، لأنه استراليا هو المرشح الأول حاليا، لأنه يعني يمتلك إمكانيات أفضل من المنتخب السوري. لكن فرصة أن احنا نشاهد عمر خريبين أيضا أفضل لاعب في المنتخب السوري حاليا بقمة عطائه، واعتقد انه بيكون اذا ما كان كمنتخب بيكون كلاعب الحصان الاسود في هذه البطولة. جميل. عمر خريبين. علي. والله الغريب جدا ان هذا المنتخب لم يتجاوز يعني اطار المجموعات في جميع مشاركاته. في الثمانينات شارك 3 بطولات، في ال90 شارك في 96، هو 7 بطولات شارك تقريبا. نعم، هاي البطولة السابعة، هاي المشاركة السابعة، لكن نعم. في جميع مشاركاته السابقة طارق لم يتجاوز المجموعات، رغم انه يمتلك يعني نوعية من اللاعبين المحترفين حتى عندنا على مستوى الخليج. لكن لما تاخذ الان مثلا المدرب اللي موجود عندنا، المدرب هذا انا اذكر ايام الانتر وانا كنت اتابعه في من ايام ال 96. المدرب يعني هيكتور كوبر، من المدربين اللي يعتمد على البلوكات، مدرب صارم جدا على شكله الدفاعي، مدرب حريص جدا على عدم اعطاء مساحات للفرق المنافسه. لكن واحده من التحديات اللي بيواجهها، وهذه مواجهاتهم السابقه خلال الفتره الماضيه، كسبوا كوريا الشماليه، تعادلوا مع قرقستان، وخسروا من اليابان في التصفيات السابقه. بس طبعا في التصفيات المنتخب كان يمر بظروف صعبة جدا جدا، وهذه كانت في آخر مبارياتهم. لكن بشكل عام واحدة من التحديات الكبيرة بالنسبة حق منتخب سوريا طارق، أنه راح يواجه منافسة المباشر على البطاقة اللي هو منتخب أوزبكستان. إذا أخذنا في الاعتبار أن منتخب استراليا ربما يتفوق عليهم فنيا في المجموعة، فبيكون البطاقة الثانية بين أوزبكستان وبين سوريا، فهو راح يبدأ البطولة بمواجهة الفريق المنافس للمباشر، منتخب المباشر. فعشان كذي ضروري جدا أن يبدأ البطولة بقوة. أنا أتوقع يكسرون حاجز المجموعات في هاي النسخة. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الجالية السورية في المنطقة عندنا نحن يعني جماهيرية كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب السوري، فأتوقع أن مع الدعم الجماهيري، مع خروج بعض اللاعبين النجوم نفس ما ذكر كابتن خليفة عمر خريبين، حتى السومة اللي تمنيت أنه يكون موجود معاهم، لكن أتوقع أنهم ربما يتجاوزون المجموعة للمرة الأولى في مشاركاتهم. جميل. أحمد. أنا والله شوف، الآمال كلها ترى مبنية على تألق عمر خريبين، ولكن سؤالي اليوم لماذا لم يتواجد عمر السومة اللي مسجل 6 أهداف في الدوري القطري مع نادي العربي القطري؟ تتكلم عمر خريبين 11 مباراة 9 أهداف في دورينا. كذلك تتكلم عن الصباغ اللي يلعب في بيرو، تتكلم عن أنطونيو اللي يلعب في السويد. ولذلك اليوم كوبر عنده مجموعة بالفعل أكثر من 60% من التشكيلة المتواجدة حاليا منتخب سوريا وهم محترفين خارج سوريا يلعبون، وما اقول لك بعد من افضل الانديه. كذلك الادفانتج اللي ممكن يلعب عليه منتخب سوريا وهو وجود المدرب هيكتور كوبر. هيكتور كوبر ترى بالمناسبه نهايات كاس اسيا الاخيره كان هو مدرب اوزبكستان، فهو عارف ايضا كل صغيره وكبيره امام المنافس المباشر اللي راح يقابله في نفس المجموعه. يلعب في بيرو؟ نعم. شو وداه بيرو هذا؟ تخيل الصباغ في بيرو. صباغ لا